السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى المتابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. انا مبسوطة جدا جدا. الجو حر طبعا، هتستغربوا ازاي الجو حر ومبسوطة. بس الجو حر يعني هنعمل عصاير كتير 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 جدا، وكلها مختلفة وحلوة جدا. وهنبدأ بأول عصير النهاردة او سموزي الموز والتمر. تحفة يا جماعة بجد، جربوه على ضمانتي وهتقولوا رأيكم كمان. السموزي دوت من الحاجات الصحية جدا المفيدة لأولادنا ولينا احنا شخصيا، يعني حاجة كده فظيعة وتحفة قوي. عايزة اقول لكم هتشتروا الكوباية الواحدة بس بالشيء الفلاني، يعني فلا احنا نعملها بقى في البيت، وحاجة نظيفة ومضمونة وكل حاجة تمام. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. حطينا الموز طبعا في الخلاط وحطينا عليه اللبن، وهننزل دلوقتي بالتمر. بس انا غلطت غلطة كبيرة جدا بصراحة، اوعي تغلطيها زيي. انا للاسف حطيت سكر، المفروض ما كنتش احط سكر علشان التمر مع الموز عملوا سكر اصلا. فانا غلطت ان انا حطيت معلقة سكر، هي معلقة ما زودتش قوي، بس المفروض عشان يبقى كله صحي في صحي تمام. فما تضيفوش بقى انتوا سكر. هنضرب بقى الكلام ده كويس جدا جدا كده لحد ما نحس ان هو اندمج كده واتعصر كويس يعني تمام. وهننزله كده من المصفى او نصفيه علشان القشر بتاع التمر والبواقي اللي بتبقى في الموز، طبعا كلنا عارفين الكلام دوت. هنصفيه زي ما انت شايفه كده، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكي وتعملي احلى المشروبات في الصيف. طبعا بيحتاج سوائل كتير، ففرصة بقى نعمل حاجات صحية لأولادنا وحاجات كويسة في صورة عصائر، يعني هتبقى ظريفة قوي تمام. مش عايزة الخطوة دي ممكن تستغني عنها. انا حطيت صوص كراميل كده على جوانب الكاس او الكوباية اللي انا هستخدمها في العصير، ممكن تستغني عنها خالص بس بتفرق في الطعم جدا. فيعني انصحك تجربي كده بنفس الطريقة ان شاء الله وهيعجبك جدا جدا جدا. حطيناه كده بشكل عشوائي زي ما انت شايفة. اتمنى بقى لو لسه مش مشتركة في القناة مستنية ايه مش عارفة، انزلي اشتركي دلوقتي حالا عشان تشوفي كل الفيديوهات اللي بنزلها. ولو مش مفعلة زر الجرس اتمنى تفعليه علشان يوصلك كل جديد بقدمه. هنبدأ دلوقتي بقى نصب العصير دوت في الكاسات كده زي ما انت شايفة. كان فاخر جدا بجد، من الاخر كان تحفة وصحي جدا. تقدري بقى تحطي كده شرايح من الموز من فوق تمام. ممكن تحطي كريم شانتيه من فوق برضو لو عايزة، بس أطفالك كده يحبوه أكتر مع إنه أصلا هو تحفة. ممكن تحطي كريم شانتيه، ممكن تحطي سنيكرز كده من فوق، بتبقى تحفة جدا جدا. كل حاجة حلوة بنقدمها لأولادنا وبنعملها في البيت. أنا حطيت خطوة برضو اختياري، ممكن تعمليها أو لأ. حطيت كده كاكاو وهنخله وهحطه كده على وش العصير، بيفرق جدا كأنك بتاكلي شوكولات في الموضوع، فحلو جدا. اتمنى بقى لو بتسمعي الفيديو لحد دلوقتي تكوني حطيتي اللايك التمام وتحطي لي كومنت حلو كده علشان اعرف ان انت سمعتي الفيديو. وبحبكم جدا في الله. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده واقول لكم سلام.